سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده هنعمل كده معجنات مخبوزات، نطلع كده ريحه البيت كده الجميل وايام الزمن الجميل الحلوه بتاعت ايام اجدادنا وجداتنا. نقول بقى بسم الله ونشوف هنقول ايه مع بعض. المقادير النهارده معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات دقيق، معايا خميره وفيها سكر. انا مدوبيه الخميره دي، انا بجيبها من عند بتاع الفرن مش بتاعه الفوريه عشان بحس ان هي سريعه معايا. وحطيت سكر وميه ومدوبيها. معايا لبن بودره وميه فتره اللي هي سخنه على ساقعه، دي كده اسمها ميه فتره. وطبعا بقى المقادير كالتالي هنروح نحطها مع بعض. معانا رشه ملح وطبعا فانيليا وبيض والكلام ده كله. دلوقتي هنقول بسم الله، ننزل برشه الملح. طبعا المعجنات اللي انا هعملها النهارده دي اول مره هتشوفوها واي حد عملها، سهله جدا ولذيذه واقتصاديه وكل حاجه موجوده في بيتك، وان شاء الله تعجبك وتعجب الاولاد. دلوقتي بقى هجيب البضايه هكسرها معاكم كده اهوت زي ما انتوا سامعين كده. نزل البضايه بضايه واحده زي ما انتوا شايفين كده، واقلب وادوب دوب ادوب ادوب. هنزل دلوقتي بقى ايه بلبن البودره. ما عندكيش لبن بودره، لبن عادي، معلقه كده لبن بودره، واقلب. طبعا حبايبي ما تنسوش الاشتراكات، انا بفكركم بيها كده في اول الفيديو علشان خاطر ما تنسوش، واللايكات، وكملوا الفيديو للاخر ان شاء الله هيعجبكم جدا، اقتصادي جدا ولذيذ وسهل جدا. دلوقتي هنقول معلقتين زيت او معلقتين سمنه على حسب رغبتك. طبعا عشان المعلقه معايا كبيره فدي كده يعتبر معلقتين كده. اقلب. هنزل دلوقتي بالخميره بسم الله. طبعا عشان حطيت البيض هنزل برشه الفانيليا. بس واقلب. وهرجع لكم تاني لما العجينه تخمر وهقول لكم ازاي خدنا قد ايه ميه والسمك بتاعها عامل ازاي. كل ده هتعرفوه لما اسيبها تخمر شويه بعد ما اعجنها وارجع لكم نكمل سوا. انتوا شايفين كده العجينه قدامكم كده خدت معايا كوبايتين ميه. طبعا ده بيرجع على حسب نوع الدقيق اللي انت بتجيبيه. انا خدت معايا كوبايه الخميره عشان فيها ميه، وخدت معايا كوبايه ميه تانية. سبتها تخمر وزي ما انتوا شايفين كده بطلع منها الهواء. قطع بقى. طبعا هنحشيها ايه؟ هنحشيها عسل وطحينه. عسل وطحينه، ما هي مش كل عسل وطحينه لازم ناكله جنب فطير بس، لا، نقدر نحشي بيه عجينه وهتبقى احلى مخبوزات هتدوقيها واولادك هيعجبوا بيها على طول، وسهله جدا وكل حاجه موجوده فيها في بيتك. زي ما انتوا شايفين كده انا بقطع العجينه بالشكل ده كور كده كور كده اهوت. هركنهم بقى على جنب كده الكور دي، وهعمل واحده معاكم علشان ما اطولش عليكم، والباقي انا هكمله مع نفسي. انا هركن دي كده العجين اللي انا قطعته ده كله كده في الطبق تاني، وهوريكم واحده ازاي هنحشيها وازاي هنعملها سوا مع بعض. بوسع بس لنفسي كده. زي ما انتوا شايفين كده تفردوها بنشابه، تفردوها ملدنه، تفردوها باي حاجه عندكم اللي انتوا عايزينها، بايديكوا حتى. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، والله وصفه سهله وما اعتقدش حد عملها قبل كده، يعني ان شاء الله تعجبكم. وطبعا انا فكرتكم في الاول ما تنسوش الاشتراك واللايكات حبايبي، فضلا وليس امرا، وان شاء الله كل وصفاتي تعجبكم باذن الله.
انا فردت كده معاكم زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى نجيب سكينة ولا فرشة، نحط العسل كده وافرد كده كأني بحشي اي حاجة من جوه. والله العظيم طعمها خرافة، هتجربوها وهتقولولي فعلا وصفتك فعلا جميلة. انتوا كده حبايبي شايفين بنشكلها مع بعض بالشكل ده، بياخد الشكل ده كده. بعد ما برمتها بتنين لفوق لفوق زي ما انتوا شايفين كده، وهلفها كده زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل ايه؟ هدهن وشها من فوق بيض او لبن بودرة او مية على حسب ما انت عايزة، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، وبعد ما تخرج هرجع تاني واوريكم الشكل النهائي ليها. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خرجتها كده من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، سوا تحت وفوق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كده، مش قادره اقول لكم، ادي العسل اهوت، وريحه وطعم والله العظيم خطير. اتمنى الوصفه النهارده تعجبك، اكيد محدش عملها قبل كده بحشوه عسل وطحينه ديت. اتمنى تعجبك وتجربيها. كملي الفيديو للاخر وما تنسوش الاشتراك واللايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.